4650. مظبوط يا دكتور، الإيراد مظبوط. مظبوط يا بسطاوي، بس دي آخر مرة تجيب لي إيراد العزبة هنا. خفت أبيت معاي مبلغ كبير زي ده يا بيه، ثم بكرة البنك قافل وبكرة الجمعة. طيب خد يا بسطاوي، خلي يا بيه. خد بيها يا راجل حاجة للأولاد وأنت راجع العزبة. تشكر. أمال فين أبو العطا؟ جاته داهية، سابني لوحدي النهارده. قال ايه؟ اخوه بيتجوز الليله، والليله دي بالذات الاجزخانه سهرانه خدمه ليليه. البركة فيك يا دكتور، وإذا حبيت أبات معاك الليلة أنا في الخدمة. لا روح انت يا بسطاوي. حاضر، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا كنت حاسه ان امبارح ان انا هاخد انفلونزا، بس كنت بقاوم. كويس ان ورديتك خلصت. تقدري دلوقتي تروحي تاخديلك اسبرينه بكوبايه ميه وتنامي، هتصبحي الصبح تبقي كويسه قوي. يا سلام، نفسي اغمض عيني وافتحها الاقي نفسي في السرير، بس فين؟ المشوار لسه طويل، باين عليها بتمطر. امال بقى لو ما كانش عندك عربيه كنت هتعملي ايه؟ عربيه؟ بتسمي دي عربيه؟ دي اكيد هنزل الاقيها عامله، يا اما البطاريه نايمه، يا اما المارش معلق، يا اما سلك الدبرياج مقطوع، اهي عامله والسلام. طب ما تغيريها يا نوال. منين بقى يا ست نجاة؟ هو انا عارفه الم خلو الشقه اللي هتجوز فيها؟ يا خبر، لسه لغايه دلوقتي انتي وعصام ما قدرتوش تجمعوا فلوس الشقه؟ ده انتي يا بنتي بقالكوا سنتين مخطوبين ومهياتكم كلها رايحه على الجمعيات. كل اللي حوشناه 1000 جنيه. عندك شقه بالمبلغ ده؟ هي دي الخيبه، قدامك كمان 10 سنين على الاقل. اسكتي يا نجاة اسكتي، احسن انا اللي فيا مكفيني. ده بس خلو الشقه، لسه بقى العفش وملحقاته. والاسم دكاتره، اللي يسمع دكتور ودكتوره يقولوا دول عندهم فيلا في المهندسين وعربيه اخر موديل ومفروشات وديكورات بالشيء الفلاني. انا كنت فاكره زي كده زمان، لكن دول الدكاتره مش احنا. ليه بقى؟ هو احنا دكاتره كده وكده؟ الدكاتره هم اللي عندهم عيادات خاصه، اما احنا دكاتره موظفين بالمهيه يعني. هتقولي لي ما افتحش عياده خاصه ليه؟ هرجع اقولك خلو شقه العياده وملتزمات العياده من ادوات واجهزه، ونرجع لللفه من الاول وجديد. ده لازم عصام، اصل عنده راحه الليله. الو، ايوه يا عصام. بقولك ايه نوال، ماما تعبت تاني. ايوه نزلت اجيب لها الدواء ما لقيتوش في كل اجزخانات السيده. طب اسمعي، وانت مروحه تفوتي على اجزخانه عمي الدكتور بليغ. ايوه تشوفيه هناك. لا اصل حاولت اكلمه في التليفون ما بيردش خالص. لا اكيد فاتح. ايوه اكيد، ما الاجزخانه خدمه ليليه الليله دي. اطمن يا عصام، انا هدور لك على الدواء واجيبه لك. مع السلامه. سلامتها. مالها مامة عصام؟ مامة عصام رجع لها التعب تاني. انا هنزل اجيب لها الدواء من اجزخانه الدكتور بليغ. عم عصام، ده الدنيا برد عليكي بره، هتنزلي ازاي كده؟ لا ما تخافيش، ما انا معايا البلطو بتاعي في العربيه. فكرتيني صحيح، هو ليه الدكتور عصام ما بيكلمش عمه؟ يكلم عمه في ايه؟ في موضوعكم طبعا. انا على قد ما اعرف ان الدكتور بليغ ده راجل دفيان ومعاه فلوس كتير، ومش متجوز وما عندوش اولاد ومفيش عنده اي مسؤوليه. ليه ما يساعدش ابن اخوه في جوازه؟ الدكتور بليغ ده انتي طيبه قوي. مهما كان بخيل، هو مش عارف ان كل ده في النهايه رايح لابن اخوه؟ ايوه عارف، بس هو متصور انه هيعيش اكتر من الناس دي كلها، اصلك ما تعرفوهوش. اهو ديته هيتجوز له واحده وتضيع له كل اللي وراه. تعرفي لو ما كنتيش مخطوبه والدكتور محسن يبقى صاحبنا كنت جوزتهولك. لا يا ستي، افتح الله. اذا كنت بتحبيني صحيح وعايزه تخدميني، كلمي لي الدكتور بليغ انه يشغل محسن عنده في الاجزخانه. هيطفشه، ده ما في صيدلي بيكمل عنده اكتر من شهر واحد. اسمعي بقى،
كفايه رغي. انا هنزل ادور على الدواء علشان اوديه لعصام قبل ما اروح. سلام عليكم. ازيك دلوقتي يا ماما؟ الحمد لله يا عصام، ربنا كبير يا ابني. معلش، نوال زمانها جايه ومعاها الدواء. ملوش لزوم يا عصام، دي أزمة وعدت والحمد لله يا ابوي. لا، انا مش هرتاح غير لما الدواء يجي وتاخديه. يا دكتور، الدواء ده لو تكرمت. $15 و16 قرش. اتفضل. ايه دي؟ دي 5 جنيه هي اللي معايا دلوقتي. ممكن اسيب لسيادتك بطاقتي كمان لغايه الصبح، اكون اتصرفت وجبت الفلوس. ارجوك يا دكتور، انا مش نصاب اخد الدواء علشان ابيعه. انا بنتي فعلا عيانه، جات لها النوبه فجاه. متأسف، روح اتصرف، هات بقية الفلوس وانا تحت امرك. اتصرف منين بس يا دكتور؟ انا ظروفي صعبه خالص، البنت ممكن تموت. الحكاية دي انا بسمعها كتير، ولو صدقتها لا هبيع ولا هشتري وهقفل الاجزخانة بعد اسبوع. اتفضل لو سمحت. انت ايه يا اخي؟ ما عندكش رحمه ولا انسانيه؟ بقول لك البنت ممكن تموت، هات الدواء ده. لا. ايه يا مجرم ده؟ ايه انت هتعمل ايه؟ بلغ البوليس. سيب يا مجرم، سيب انت، اوعى كده، اوعى سيب يا مجرم، سيب يا حرام يا بطل، حرام. سلامتك يا نوال. الله يسلمك يا عصام. متأسفة، ما قدرتش أعمل حاجة. وهتعملي ايه مع مجرم وقاتل؟ الحمد لله انك بخير. هو عمك الدكتور بليغ. الله يرحمه. مات. لازم تمسكوا المجرم يا عصام، لازم تمسكوه. ارجوك يا نوال ما تنفعليش، بلاش تعيطي. عينيكي. هم عملوا لي فيها عملية؟ لا دي عملية بسيطة في الجفون بس. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي الحال يا دكتورة نوال؟ الحمد لله. عن اذنكم. عينيها سليمة من الناحية العضوية، فقدانها البصر ده حالة نفسية نتجت عن الرعب والمنظر اللي شافته، يعني نوع من العمل الهستيري. امال بتوهموها ليه ان هي عملت عمليه؟ ما هو لما جابوها بعد الحادثة مباشرة لانها بتقول ان هي مش شايفة، فحصنا عينيها لانها سليمة زي ما بقول لسيادتك، فحبينا نريحها نفسيا ففهمناها ان احنا عملنا لها عملية بسيطة لغاية ما يمر الوقت وتشوف. مشكله دي هي الوحيده اللي شافت المجرم اللي قتل الصيدلي وعسكري البوليس.
وهي الوحيده اللي تقدر تتعرف عليها. متشكر قوي يا جماعه، الدكتوره نوال بخير. بعدين هنبقى نختار منكم 2 ولا 3 ونزورها. اتفضلوا دلوقتي عشان تشوفوا شغلكم. يلا. البقية في حياتك يا دكتور. حياتك الباقية يا دكتورة. مأساة ما كانتش على البال. المهم دلوقتي نوال مسكينة، قبل ما تنزل وتدور لك على الدواء كانت بتكلمني عن الجهاز والشقة. كان أملها إنكم تتجوزوا بسرعة. أنا عارف إن ما كنتش قادر أحقق لها أملها، رهنتها جنبي مدة طويلة. يمكن لو كانت شافت واحد غيري كان إيه يا دكتور؟ عمر الجواز ما كان حسبة فلوس. أمال حسبة إيه؟ الجواز بدايته فلوس ونجاحه مرهون بالفلوس. عمك كان غني جدا، تقدر تقولي هو ليه ما اتجوزش؟ لأنه ما كانش عايز يتجوز، إنما لو حب إنه يتجوز كان لقى 1000 بنت صغيرة وحلوة تتمناه. ياه، أنا ما كنتش فاكرة إن فكرتك وحشة عن البنات للدرجة دي. المسألة مش مسألة فكرة وحشة أو حلوة، مسألة ظروف بتواجه الناس بتخلي معاني كتير حلوة وجميلة زي الحب والوفاء والإخلاص ملهمش أي قيمة إلا على قد ما تساوي في لغة الجيوب. يا ترى ده هيفضل رأيك بعد ما تستلم التركة وتبقى راجل غني وجيوبه مليانة؟ حاجة غريبة أوي يا كمال. خير يا فندم؟ تقرير الطب الشرعي في حاجات مش قادر أفهمها. ايه هي؟ أداة الجريمة بالنسبة للصيدلي مكتوب إنها آلة صلبة ممكن تكون حافة الباترينا. بالنسبة لجند الشرطة طلقة نارية. ايه الغريب في كده؟ المجرم لو كان معاه مسدس وعايز يستخدمه، ليه يمسك المجني عليه ويضربه في حافة الباترينا لغاية ما يموت؟ ما كان يقدر يضربه بالنار على طول. دي تفسيرها بسيط يا فندم. المجرم هاجم الصيدلي بدافع السرقة بدليل الفلوس اللي اتسرقت من الخزنة، وطبعا مش ممكن يستخدم المسدس الا بعدين حد يسمع صوت الطلقة ويفاجئه. وبعد ما نفذ جريمته فوجئ بنوال، زقها وطلع يجري. لا عسكري الشرطة، العسكري مسلح، لازم هنا يستخدم المسدس. مش عارف يا كمال، أنا مش مستريح. المهم يا فندم نعثر على القاتل ونستجوبه، وبعدين كل شيء هيبقى واضح. بس الشاهدة الوحيدة اللي هتدلنا عليه مش ممكن هتدلنا عليه قبل ما تفتح ويرجع لها بصرها، ده لو رجع. لكن ممكن تقدر تدينا أوصافه. شاب عادي عنده حوالي 35 سنة، مش طويل ولا قصير، أسمر، عينيه واسعة. هو ده اللي أنا فاكراه. أيوة يا دكتورة، بس دي أوصاف شائعة ممكن تنطبق على أكتر من 1,000,000 شاب. أرجوك يا دكتورة حاولي تركزي وتدينا أوصاف محددة. أنا قلت لكم على كل اللي افتكره بس. يعني مفيش أي علامة في وشه؟ أثر جرح قديم، شامة حسنة؟ لا مش فاكرة. طيب يا دكتورة، ساعة ما شفتيه وهو بيهاجم الدكتور بليغ، ما تقدريش توصفي لنا العسكري كان فين بالظبط؟ عسكري؟ عسكري ايه؟ انا ما شفتش عساكر. ده انا حتى لما اتلفت حواليا علشان استغيث باي حد في الشارع كانت الدنيا ضلمه والمحلات مقفله، البرد ما خلاش حد في الشارع. يعني ما تعرفيش ان في عسكري جه على صوت استغاثتك والمجرم ضربه بالنار؟ ايه يعني في قتيل تاني؟ للأسف جندي شرطة عنده 5 أولاد. يا حرام، بس انا ما شفتش ما سمعتش. ايوه، ده لانك لما وقعتي اغمى عليكي ما حسيتيش باللي حصل بعدها. وحش مجرم الجبان. ارجوك يا حضرة الضابط، ارجوك تعمل كل جهدك وتحاول تمسك المجرم ده وياخد جزاءه.
احنا بنعمل كل اللي نقدر عليه فعلا، بس مفيش حد غيرك هيقدر يساعدنا. شد حيلك عشان تقدري تتعرفي عليه. الغموض لا يزال يحيط بجريمة مصرع الصيدلي. الشاهدة الوحيدة فقدت بصرها عقب الحادث. وزير الداخلية يأمر بصرف تعويض كبير ومعاش استثنائي لأسرة الشرطي القتيل. ما تفكرش يا ابني، ربنا هيشفيها ان شاء الله. لا انا مش بفكر في نوال يا ماما. نوال حالتها مؤقته وهتخف. امال مالك سرحان كده وما بتاكلش؟ انا بفكر في عم الله يرحمه. الله يرحمه، عاش عشان الفلوس ومات بسببها، وهو راح ولا خدش معاه ولا مليم. على رأي المثل الكفن ملوش جيوب. احنا هنشمت فيه ولا ايه يا ماما؟ حد الله يا ابني، بس الواحد غصب عنه بيفتكر. الله يرحمه، عمري ما هنسى اللي كان بيعمله معايا. ما انتوا اللي طالعين فيها وبتبصوا لفوق، كان لازم يعني كلية الطب. وماله يا اخويا، الولد جايب مجموع كويس ونفسه يطلع دكتور. تقوم تطوعيه انت وهات يا بليغ مصاريف كلية وتمن كتب وهدوم ومصروف. ايه يكونش بليغ ده قاعد على بنك؟ ربنا يخليهولك يا دكتور، ده ابن اخوك يعني ابنك، هو انت ليك حد غيره؟ انت بتعايريني علشان ما اتجوزتش وما عنديش اولاد؟ لا سلمح الله يا اخويا، انا قصدي يعني ان عصام لما يتخرج ويبقى دكتور هيشرفك ويرفع راسك. اسمع ما اقولك، انا ما باخدش من الكلام الناعم ده. عندك المعاش بتاع المرحوم اخويا، عيشي بيه انت وابنك على قدكم. خليه يحول على كلية نظرية ويدرس وهو بيشتغل ويشوف نفسه بقى، وبلاش نفخة كدابة. يلا بقى ما تجوزش عليه الا الرحمة. مهما كان ده عم يا ماما. ربنا كبير يا ابني، وهو عمك اللي كان بيستخسر فيك الجنيه ساب لك مال وأطيان وبيوت وأجزخانة. انا مش بنكر اني فرحان، لان الثروه دي كلها بقت بتاعتي. على الاقل كل مشاكلي هتتحل. هفتح عياده اللي بحلم بيها واتجوز، بس كنت اتمنى ان كل ده يحصل بشكل طبيعي، مش بالطريقه الفظيعه دي. هو البوليس لسه ما قبضش على المجرم يا عصام؟ لا لسه، لما انا قلت خف عشان تساعدهم. طب وانا هساعدهم ازاي بس؟ مش لازم يمسكوه الاول عشان اقدر اشوف واقول لهم اذا كان هو ولا لا؟ ده شغلهم بقى يا نوال، هم هيجمعوا لك كل المشبوهين وهيعرضوهم عليكي، وطبعا هتقدري تتعرفي عليه. الحالة اللي عندك مؤقتة، واكيد هتستردي بصرك في اي لحظة. بصري؟ قصدك ايه نجاة؟ ما انتي يا نوال دكتورة وفاهمة العمل الهستيري بيبقى ناتج عن صدمة نفسية، ولما أثره بيزول هو كمان بيزول. ايه؟ عم هستيري؟ انتي ما كنتيش عارفة ولا ايه يا نوال؟ نجاة فكي لي الرباط يا نجاة، دول بيقولوا لي ان في جروح في جفوني وانا مش حاسة بكده.
نسيوا ان انا دكتوره. بس برضو يا نوال هفكها انا. مفيش جروح ولا حاجه. نجاة، انا مش شايفه يا نجاة، انا اتعميت. ده مش عمى يا نوال، ده اثر الصدمه وهينتهي. لا، بيضحكوا عليا، بيقولوا لي ان ده عمى هستيري، لكن الحقيقه ان انا اتعميت، بقيت عاميه. ده مش كلام دكتوره يا نوال، لو كانت دي الحقيقه فعلا ما كانش البوليس يفضل مستنيك على نار لغايه ما تشوفي. ما كناش فاكرين ان المسألة هتطول بالشكل ده. المسألة ملهاش قاعدة ولا مدة محددة يا حضرة الضابط. مش المفروض نظرها يرجع لها بعد زوال تأثير الصدمة؟ ومين قال لسيادتك انه تأثير الصدمة زال؟ أنا شايف إن مش باين عليها أي توترات وهادية خالص. ده هدوء في الظاهر بس يا عزيزي، لكن في أعماقها تأثير الحادث البشع اللي شافته لسه موجود طبعا. طب والحل إيه؟ احنا بنديها أدوية تحت إشراف طبيب كبير للأعصاب، وسيادته بيقول إن المسألة مسألة وقت. أهلا يا دكتور عصام. ايه ازاي الحال يا دكتور علي؟ عظيم، أنا شخصيا مش قلقان، البوليس هو اللي مستعجل. ارجوك يا حضرة الضابط ما تضغطوش عليها، نظرها مش هيرجع الا اذا اعصابها هديت تماما. أنا كنت لسه بقول له الكلام ده دلوقتي. يا جماعة ما حدش ضغط عليها ولا حاجة، ما حدش جه ناحيتها من ساعة ما النيابة سألتها، حتى أنا ما دخلتش، أنا بطمن عليها من الدكتور بتاعها. افتح يا حسن يا سعيد. ايه يا حسن؟ انت مش كان ميعادك تفوت عليا يوم الثلاث؟ معلش يا سعيد، غادة جات لها النوبة واضطريت اقعد جنبها. وازيها دلوقتي؟ الحمد لله كويسة، معظم اليوم واخداه نوم. كويس، النوم مفيد لها. المهم جبت لها الدواء منين؟ استلفت البواب. اخص عليك، وما جيتليش ليه؟ بس الوقت كان متأخر وانا كنت مستعجل، وبعدين الحساب بتاعي تقل قوي معاك. عيب يا راجل ما تقولش الكلام ده. عيب عليا انا يا سعيد ان انا افضل عالي عليك. ما هي لو الحالة متيسرة كان معلش، لكن انا عارف ان ظروفك على قدك ومهيتك يا دوب على القد، وانك كنت بتستلف الفلوس عشان تسلفها لي. يا راجل دي أزمة وهتعدي، وكلنا متعرضين للأزمات، وياما قابلتنا ظروف صعبة وتغلبنا عليها. إلا المرة دي يا سعيد، المرة دي حاسس زي ما تكون الدنيا كلها قفلت في وشي. كانت رحلة شؤم. وبعدين معاك يا أبو علي، أنت هترجع تقلب المواجع تاني؟ افتكر يا سعيد، افتكر قبل ما اسافر كان ناقصني ايه؟ مراتي وبنتي. كنت موظف معاك في شركة كنت باخد ما هي صحيح كانت يا دوب على القد، لكن كانت مقضياني ومراتي وبنتي. لكن بصيت الناس اللي بتسافر ترجع بالفلوس والعربيات، قلت ليه ما اعملش زيهم. اول ما جالي عقد سبت بيتي ومراتي واستقلت من الشركة وسافرت. لسه فاكر يا سعيد ما كانت عليا مراتي حضر لي الشنطة، كانت تقول لي مش عايزين فلوس يا حسن، احنا عايزينك انت. اقول لها يا عليا بلاش تنوحي جنبي تكسري مجاديفي. يوم ما كانت بتحضر لي الشنطة بالليل عشان اسافر
كانت دموعها نازله على خدها، وانا خارج من الباب اتعلقت برقبتي كانت بتنهنه. كفايه يا حسن، كفايه، مش كويس عليك اللي بتعمله في نفسك ده. ركبت راسي سافرت. بعد 6 اشهر قبل ما احوش ثمن التذكره جالي الخبر عليا مراتي صدمتها عربيه وهي بتعدي الشارع. ايوه ماتت. راحت من غير ما اشوفها. سبتني غادة اللي محتاجة حد يراعيها يقعد جنبها مثلا. رجعت الشركة ما رضتش تقبلني، الوظيفة اللي هناك راحت، ويا ريت على كده وبس. اهو انا جاي لك بقى النهارده مخصوص عشان الحكايه دي. محمود نسيبي فات عليا النهارده الصبح وقال لي ان الطلب اللي انت قدمته لشركه الاتحاد التجاري اتوافق عليه، وقرار تعيينك هيمضيه المدير العام بكره. بتتكلم جد؟ والمواضيع دي فيها هزار يا ابو علي؟ كلها محصله بعضيها يا سعيد، جد ولا هزار؟ النحس ملازمني على طول. نحس ايه بقى؟ ما خلاص. خلاص ايه بس يا سعيد؟ انا بطلع من نقره اقع في ضحضيره. ايه حصل ايه تاني؟ انا واقع في مصيبه يا سعيد. مصيبه؟ مصيبه ايه؟ اتكلم. انا قصدي اقول لك ان انا. انت ايه؟ انت سيبت ركبي؟ لا مفيش حاجه يا سعيد، كلمه طلعت مني غصب عني. انا كان قصدي ديون تقلت عليا. يا راجل نشفت دمي. بكره ان شاء الله لما تشتغل هتقبض مرتبك وتسدد كل الديون اللي عليك وتفوق والدنيا تضحك لك من تاني يا حسن. تضحك لي ولا هتضحك عليا؟ كانوا بيقولوا عليه بخيل، انما الشهاده لله. كان راجل طيب ومفيش اكرم منه، بس مع اللي يستحق، اللي مش طمعانين فيه وعيونهم على فلوسه. انت قد كده زعلان عشانه؟ امال يا مصطفى، دي العشره ما تهونش الا على قليل الاصل. والدكتور بليغ كان خيره عليا وعلى اولادي. اهو بين ايدين ربنا، وربنا هو اللي هيكافئه. ونعم بالله نهايته. يا عالم بقى هلاقيك زخانه تانيه بعد قد ايه؟ يلا الارزاق على الله، ربنا يسهل لك. انت زعلانه يا منى عشان مامتك سافرت بلد بعيده وما رجعتش؟ ما تزعليش، انا كمان مامتي سافرت، لكن انا هبعت لها جواب واقول لها تعالي بقى يا ماما عشان وحشيني، وكمان بابا بيسيبني لوحدي وبيخرج. انت معايا يا منى؟ طب انا هكلمك كمان شويه. بابا اتأخرت عليك يا غدا. انا عايزه ماما. انا مش فهمت كل حاجه يا غدا. بابا. نعم يا روح بابا. هي ماما ماتت؟ مين اللي قال الكلام ده يا غدا؟ انا اعرف ناس كتير بتسافر وبترجع، لكن ماما ما بترجعش تبقى ماتت. ما تزعلش يا بابا، ما تعيطش، ماما برضو كانت بتعيط وانت مسافر. يا حبيبتي يا بنتي، ذنبك ايه عشان تفقدي امك وابوكي ورا بعض؟ هتروحي فين لما اضيع انا كمان؟ مش انت اللي تعملي كده يا نوال، خليتي ايه الناس العاديين اللي مالهمش في الطب. خايفة يا عصام، مرعوبة. خايفة من ايه بس؟ برضه فاكراني عارف حاجة ومخبيها عليكي؟ طب ما قعدني ليه في المستشفى؟ ما انت عارفة يا نوال، هنا الرعاية والعلاج افضل.
طب واخرتها هتخرجني امتى؟ قريب قريب قوي ان شاء الله. لسه يا فندم مفيش ادله توصلنا للقاتل. البصمات اللي رفعناها من على الخزنه هي بصمات الدكتور بليغ نفسه. وجايز يا كمال يكون المجرم كان لابس جوانتي. الدكتوره نوال نفت انه كان لابس جوانتي. ممكن يكون استخدم منديل. طب ودي معناها ايه؟ ما هي مش هتوصلنا لحاجه. ما عندناش اي بصمات والدكتوره نوال هي الوحيده اللي شافته. نقعد نلف ونرجع تاني للدكتوره نوال. لازم نقعد نستنى بقى لغايه لما العمل المؤقت اللي عندها ده يروح. هنعمل ايه؟ ادينا ماشيين في التحريات والتحقيق على امل ان بصرها يرجع لها. مين تاني بره لسه ما سالناهوش؟ تعال يا ابو العطا. السلام عليكم يا سعاده البيت. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اكتب اسمك وسنك وعنوانك. ابو العطا عبد البديع رمضان، 45 سنه، ساكن في عطف الطعيمه، شارع السلطان حسين في عابدين. كنت بتشتغل عند الدكتور بليغ من امتى؟ من اول ما فتح لك زخانه يا بيه، 20 سنه تقريبا. اصل المرحوم كان بيشتغل الاول في اجزخانه الخواجه ادمون الشامي، وكنت بشتغل فيها انا كمان. وبعدين لما ربنا فتحها عليه وفتح الزخانه خدني معاه. علاقتكم ببعض كان شكلها ايه؟ دي عشرة 20 سنه يا بيه. انا بعتبره هو اللي مربيني، فضله عليا وعلى اولادي، الله يرحمه. طب قول لي يا ابو العطا، انت متعود تسيب الدكتور يسهر لوحده في الاجزخانه وتروح؟ لا يا بيه، انا ما كنتش بسيبه الا لما نقفل الاجزخانه ووقف له تاكس ويروح. طب امال ليه سبته ليله الحادثه؟ غصب عني، كان فرح اخويا حامد ليلتي واستأذنت وافق، واداني فلوس كمان انقط في الفرح باسمه. الله يرحمه كان حنين وكريم وايده سخيه. لو اعرف ان ده كان هيحصل ما كنتش سبته ابدا. طيب خلاص، روح امتى على المحضر؟ ابو العطا. نعم يا بيه. انت متعود تروح الاجزخانه الصبح الساعه كام؟ الساعه 9 يا بيه. انت اللي كنت بتفتح ولا الدكتور بليغ؟ الدكتور بليغ يا بيه. 9 بالدقيقه بيكون قدام الاجزخانه وعمره ما اتاخر. طب روح انت يا ابو العطا. ايه بقى اهميه المواعيد دي يا كمال؟ بحاول اكون صوره عن الدكتور بليغ، عاداته، مدى التزامه بمواعيده، دقته، نظامه، شغله. يعني هو كان الانسان اللي دقيق في مواعيده بالشكل ده ازاي يمشي من غير ساعه؟ يعني هو كان ما كانش لابس ساعه لما اكتشفنا الجريمه. طب ما جايز القاتل خد الساعه وسرقها بعد ما ارتكب الجريمه. مؤكد، بس ازاي؟ حسب شهاده الدكتوره نوال المجرم ما كانش عنده وقت ياخد الساعه، لانه بعد ما ضرب الدكتور بليغ جري على طول واصطدم بيها. يعني الدكتور بليغ ما كانش لابس ساعه؟ معقوله؟ مع حرصه الشديد على مواعيده والعلامه اللي في ايده من اثر ضغط الساعه؟ لا يا فندم، ساعه الدكتور بليغ اتاخدت منه بعد ما اتقتل. ازاي؟ هو ده السؤال. العادة هتتكلف حوالي 40,000 جنيه. يا ندمتي، 40,000 جنيه؟ ليه يا ابني، هي عيادة ولا مستشفى؟ ايه يا ماما، انت مش عارفة الشقة في وسط البلد دلوقتي بتساوي كام؟
على الأقل 30,000 جنيه. ساعة مين دي عصام؟ الساعة لقيتيها فين؟ في رف القمصان بتاعك وانا بحط المكوى. اتصوري كنت ناسيها خالص. ما قلتليش ساعة مين؟ دي الحقيقة ساعة دكتور زميلي، كنت كلمته يعني عن عم مخلوف الساعاتي اللي تحت بيتنا ده، فاداني الساعة دي علشان افوتها عليه واصلحها. كنت ناسي خالص، تصوري. طب يا ابني بقى افتكر بقى تاخدها معاك وانت نازل بكره الصبح ان شاء الله. ان شاء الله. يعني فكرت في العيادة والأجزخانة ونسيت خالص الشقة اللي المفروض تجهزها للجواز. معقولة؟ الشقة أول حاجة فكرت فيها، بس كلها شهر ولا 2 تخلص فيهم إجراءات الميراث ونعمل كل اللي احنا عاوزينه. تفتكر يا عصام هقدر أنسى المنظر الفظيع اللي شفته؟ لازم تنسيه يا نوال. لا، انت مالكيش أي ذنب في اللي حصل ده. أنا مش بفكر في عمك وبس. أمال بتفكري في مين؟ في العسكري المسكين اللي راح بسببي. بسببك؟ انت بتقولي ايه يا نوال؟ طبعا بسببي. لو ما كنت صرخت واستغاثت ما كانش جه على استغاثتي. ايوه بس الاستغاثة شيء طبيعي وضروري في المواقف اللي زي دي، وبعدين العسكري بيأدي واجبه وياما ناس راحت ضحية الواجب. دول بيقولوا عنده 5 ولاد يا عصام. ايوه ربنا معاهم. بس انت لازم تساعدهم. اساعدهم؟ ايوه، اول ما تستلم التركة وتقدر تتصرف فيها تروح بيت العسكري المسكين، تشوف مراته وولاده، تشوف تساعدهم ازاي وتأمن لهم مستقبلهم. بس كده؟ حاضر يا ستي، انت فعلا نبهتيني لحاجة ما كنتش واخد بالي منها. تفتكر ده وقت مناسب للكلام ده يا محسن؟ طبعا يا نجاة، احنا لو استنينا لحد القضية ما تخلص والدكتور عصام يستلم الأجزخانة هيكون فكر في صيدلي تاني وتروح الفرصة. ما اعتقدش ان عصام بيفكر من دلوقتي في موضوع زي كده. كفاية عليه قلقه على نوال وزعله على عمه. ما تبقيش ساذجة. زعله على نوال هينتهي بعد ما يرجع لها نظرها. أما حكاية زعله على عمه دي فاسمحي لي بعد إذنك تخينة شوية. تخينة ايه ورفيعة ايه؟ انت معتقد كده ان الناس كلها ما عندهاش لا احاسيس ولا مشاعر؟ لا لا لا، عندهم كل حاجة، بس الزعل مش هيوقف الدنيا ولا هيمنع أي حد يشوف مصلحته. انا ما كنتش اعرف انك مادي بالشكل ده. هو انا اللي استغربت لما لقيت عصام بيكلمني عن الجواز بمنطق الفلوس. الظاهر ان كل الرجاله كده. كل الناس، رجالة وستات، العالم كله بيرقص على دقة الفلوس. على العموم انا ما اقدرش اكلم لا نوال ولا عصام في موضوع زي كده من دلوقتي. نعم؟ امال امتى؟ بعدين. ثم انت قلقان كده ليه؟ ما انت بتشتغل اهو. اشتغل موظف حكومة يا ست نجاة. ماهيتي ما حصلتش 50 جنيه، لكن الأجزخانة مش هاخد منها أقل من 200 جنيه نقدر نعيش بيهم. ولا أنت بقى عايزانا نفضل كده؟ لا طبعا. على العموم انا هكلمهم بس مش دلوقتي. انا هروح اشوف المريض اللي في اوضه 35 وارجع لك على طول. طيب وأنا هروح أشوف الدكتورة نوال وعلى الله ألاقي عصام بالمرة. طيب يا محسن، بس اوعى تفتحهم في موضوع زي ده. باي باي. ما تخافيش، أنا عارف إن مش هيجيبها إلا حارمها. يا خبر يا محسن، بقالي زمان ما اضحكش بالشكل ده. أمال لو سمعت دي بقى؟ لا ارجوك كفايه لحد كده. خلاص ماشي كفاية. قولي، هي نجاة ما جاتش معاك ليه؟ عندها شغل، ما هو غيابك جه على دماغها. معلش، ربنا يستر وارجع تاني اساعدها. على فكرة انت لئيمة قوي. انا لئيمة؟ ليه بقى؟ عاملة نفسك مش شايفة عشان تصعب على البوليس والنيابة وما يغلسوش معاكي. طب ويغلسوا معايا ليه؟ لانك المفروض تبقي المشتبه فيها رقم 1. كلام ايه اللي بتقوله ده يا محسن؟ في الروايات البوليسية اللي بقراها البوليس لازم يشك في اول واحد يكتشف الجريمة، خصوصا اذا كان له مصلحة فيها. اسمع يا محسن، اذا كان الكلام اللي بتقوله ده هزار فده هزار دمه تقيل قوي. بقول لك ايه بقى، خلي روحك رياضية كده واسمعيني للاخر.
دلوقتي ايه اللي يمنع انك تكوني انت اللي ضربت الدكتور بليغ وخدت الفلوس؟ راجل عجوز ومش محتاج لقوه، يعني ينخبط باي حاجه يقع. يا سلام على الذكاء، يعني طلعتني مش قاتله وبس، لا وحراميه كمان. لا، ما هي الفلوس اللي خدتيها من الخزنه دي تمويه ذكي عشان تداري الدفع الحقيقي، الميراث يا دكتوره. طب وانا هورثه ازاي؟ مش انت عصام بيورث، انت بتتجوزي عصام كأنك انت اللي ورثتي. ارجوك كفايه لحد كده دكتور محسن، وارجوك ارحمني من نظرياتك العبقريه دي. مالك يا نوال بتزعقي كده ليه؟ نجاة، الحقيني يا نجاة، شوفي خطيبك بيعمل فيا ايه. الهزار ما يوصلش للدرجه دي، هو مع واحده في ظروف نوال. انا كنت فاكر انها هتضحك وتاخد المساله تهريج. اسمح لي بقى، دي جليطه وقله ذوق منك. لا بقى ما تزوديهاش، هو حصل ايه يعني؟ وبصراحه بقى انا ما كنتش بهزر، ده رايي فعلا. رايك؟ انت اتجننت يا محسن. ما هو ما حدش عمل العمله دي الا واحد منهم، يا هي يا عصام. الدافع يا نجاة، هما بس اللي عندهم دافع قوي. وما تنسيش حاجه مهمه، حكايه الجدع اللي شافته بيضرب الدكتور دي ممكن تكون من تأليفها. يا سلام، والعسكري اللي جه على صوت استغاثتها لو كان لسه صاحي كان قال لك انه ما سمعش حاجه وانه كان فات بالصدفه. انت اكيد حصل لك حاجه في مخك. طب بلاش دي، في دليل تاني. البوليس ما لقاش بصمات على الخزنه غير بصمات الدكتور بليغ، وده دليل على ان الدكتور بليغ فتح الخزنه بنفسه. ليه؟ لانه كان مقتنع باللي واقف معاه. كفايه بقى كفايه، مش عايزه اسمع تخاريف زياده عن كده. يكون في علمك لو فضلت تردد الكلام ده اكتر من كده، موضوع الاجزخانه ده هيكون في خبر كام.